بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، النهاردة بنقدم لكم دورة القراءة السريعة. كتير من الطلبة بتوعنا بيقروا بطريقة غلط، تمام. بالتالي أي طالب مثلا سواء كان طالب في إعدادي أو في الثانوي أو حتى في ابتدائي بتلاقيه مش عارف يلم المواد ولا عارف يذاكر بطريقة صحيحة، وبيفتكر نفسه ان هو مش فاهم او ان هو استيعابه قليل. لا، انت بتفرق. لو كنت الطالب الاخير على الفصل او المدرسة او الاول، الفرق ما بين الاول والاخير هو ان الاول بيذاكر بطريقة صحيحة. طيب، اولا عشان ادخل البيانات لعقلي او مخي، تمام، في طريقتين او حستين اساسيين هما اللي بيدخلوا المعلومات للمخ. هي حاسة السمع وحاسة البصر، تمام. يعني عن طريق ودنك بتدخل المعلومة، وعن طريق عينك بتدخل المعلومة للمخ، تمام. طيب، في كان اعتقاد خاطئ مثلا لما تيجي تقرا اي ملزمه او اي كتاب ان انت بتقرا بصوت عالي. طبعا ده غلط. ليه؟ بيخلي الدماغ تصدع، وبالتالي هتلاقي نفسك بتذاكر صفحه ولا صفحتين وبعد كده دماغك تصدع وتسيب المذاكره خالص. طيب، ايه الطريقه الصحيحه في القراءه يا جماعه؟ اول حاجه تجيب قلم جاف، تمام. انا بسميه القلم ده هو مؤشر القراءة. مؤشر القراءة لما تيجي تقرأ المحتوى العلمي، سواء كان مثلا كتاب في التاريخ، كتاب الجغرافيا، كتاب الكيمياء، كتاب الفيزياء. مثلا كتاب التاريخ في الثانوية العامة هتلاقيه 400 صفحة. طب أنا 400 صفحة دول هستوعبهم إزاي؟ زي ما قلت لك ان انت في حاجة اسمها مهارات القراءة السريعة. انت ممكن الكتاب 400 صفحة ده تخلصه في ساعة قراءة. طب ازاي؟ لو انت بقى هتستخدم الطريقة التقليدية القديمة اللي الناس بتقرأ بيها، مثلا انا هقرأ لك جزء كده بطريقة خطأ: يعد قائد المدرسة صاحب الدور المهم والرئيسي في نجاح العملية التعليمية في المدرسة. طبعا انت لو هتقرأ بالطريقة دي يبقى انت عايز 10 أيام عشان تخلص الكتاب. لكن لو هتقرأ بالطريقة الصحيحة اللي هي طريقة القراءة السريعة هتخلصه ممكن في 10 دقايق أو ساعة بالكتير، تمام. طيب، أنا هقرأ إزاي؟ هتقرأ بعينك، مش هتتكلم خالص، هتقرأ بعينك بس. وخلي بالك أنا بستخدم القلم عشان أنت مثلا الصفحة فيها مثلا حوالي 100 كلمة، تمام. طب العين هتركز على إيه؟ فانت لازم تقول للعين تحط لها مؤشر للقراءة زي مين؟ زي القلم ده، تمام. بحيث ان انت هتيجي على السطر كده، تمام. ادي السطر الاول انا عيني عليه، بقرا بعيني مش بتكلم خالص، تمام. واشاور على الكلام بهذا الشكل. دي الطريقة الصحيحة للقراية. يبقى أنا بستخدم قلم كمؤشر للكتابة، تمام. بقرأ بعيني مش بتكلم خالص، لان انت لو قريت بصوت ايه اللي هيحصل؟ هتصدع من اول صفحة،
وبعد كده هتسيب المذاكرة نهائي. طيب انت معايا الكتاب مثلا عبارة عن انا طالب مثلا في الثانوي او في الابتدائي او في الاعدادي، قول في الثانوية العامة مثلا معايا كتاب التاريخ مكون من 400 صفحة. انا هعمل ايه في الاول؟ مش هبتدي اذاكر على طول الكتاب، لا، انا هقرا الكتاب مرة واتنين وتلاتة قراءة زي ما انتوا شفتوا كده، قراءة بعيني، ومعايا مؤشر القراءة اللي هو القلم بتاعي. ويا ريت ما تشخبطش في ناس بتعمل ايه، بتجيب القلم وتقعد تشخبط، تحط خطوط ملهاش لازمة. لا، انا بقول لك ان مؤشر القراءة ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن قلم بشاور بيه، وممكن اشاور بصباعي على الايه، على السطر اللي انا بقرا فيه بهذا الشكل. يعني سواء صباعك او يفضل ان انت يبقى معاك قلم تشاور بيه على ايه، على السطور بتاعة القراية بتاعتك. دي الطريقة السليمة للقراءة. يبقى انا قبل ما ابدا اذاكر مثلا اي مادة، سواء كان تاريخ، جغرافيا، كيمياء، فيزياء، احياء، اي مادة، ببدأ الاول اقرا الكتاب كله، تمام، مرة واتنين وتلاتة. الكتاب مثلا مكون من 100 صفحة، 200 صفحة، 300 صفحة، زي ما يطلع، تمام. هقراها مرة واتنين وتلاتة بطريقة القراءة السريعة اللي انتوا شفتوها دلوقتي. بعد ما تقراها مرة واتنين وتلاتة، خلاص انت قريت الكتاب كله 400 صفحة. مش مهم تفهم، مش مهم تفهم، مش مهم تحفظ، مش مهم اي حاجة. في الاول انا عايزك تقراه قراية جرايد زي ما بيقولوا، تمام. خلاص قريته 3 4 مرات. بعد كده بتبدأ بقى في المذاكرة في الفصل فصل، وتبدأ بقى تلخص، وتبدأ تذاكر بالتفصيل بطريقتك العادية، سواء بتذاكر بالكتابة، بتذاكر بالطريقة اللي تناسبك. بس أهم حاجة في الأول لازم تقرأ الكتاب كله من الجلدة للجلدة مرة واتنين وتلاتة عن طريق مهارات القراءة السريعة. وبتحصل في مسابقات للقراءة السريعة يا جماعة، بيشوف انت بتقرا كام كلمة في الدقيقة. يعني مثلا الأول على مستوى العالم عمل 4000، بيقرا 4000 كلمة في الدقيقة، تمام. انت مهم ان انت تتقن القراءة السريعة عشان بعد كده تنجز في المواد اللي عليك، تمام، سواء كنت طالب في اعدادي او في الثانوي. وتطلع الاول بالطريقة دي، ان انت تذاكر بطريقة صحيحة، تقرا بطريقة صحيحة، بتدخل المعلومات عن طريق حستين اساسيين اللي هم العين والسمع، تمام. بس انت طبعا هتقرا بعينيك، وعن طريق مؤشر الكتابة هتقرا بسرعة الفصول بتاعتك. وبالتالي حتى لو انت مذاكر مثلا المنهج وعايز تراجعه بسرعة، هتراجعه بالطريقة دي برضو، ان انت هتمسك القلم، هتشاور على السطر، وتمشي بالطريقة اللي احنا قلنا عليها بدون ما تتكلم خالص، تمام. تقرا بعينيك، تقرا بعينيك. اغلب الطلبة بتذاكر بطريقة غلط، فبالتالي هو مش عارف يستوعب، وبيلاقي نفسه الاخير على الدفعة لانه بيقرا غلط، بيذاكر غلط، بالتالي هيستوعب غلط، تمام. المخ بتاعك سريع جدا في الاستيعاب، اي مخ البني ادم بيستوعب بسرعة. وانت بتستخدم الطريقة دي كأنك سكانر، زي مكنة التصوير او السكانر يا جماعة. انت بتعمل سكان على الكتاب، بتعمل سكان على الكتاب، بتلقط بعينك زي الكاميرا بالظبط، سطر سطر، تمام. الكاميرا او السكانر بيلقط سطر سطر بهذه الطريقة. الكاميرا اساسها او العين، الكاميرا مستوحاة من ايه؟ عبارة عن محاكاة للعين يا جماعة. العينك البشرية دي اقوى من من افضل كاميرا في العالم. فانت لازم تستخدم عينك دي ان انت تعمل سكان على مين؟ على الكتاب بتاعك. وبالتالي هتقرأ بسرعة، هتستوعب اسرع، هتلم المنهج بسهولة. عشان الطلبة اللي بتعاني من كمية الكتب الكتيرة، بالذات يا جماعة طلبة ثانوية عامة، بيعانوا من الكم الكبير من المعلومات. انت هتلمه ازاي؟ هتلمه عن طريق مهارات القراءة السريعة، وليها دورات على النت لو عايز تعمل سيرش عليها، بحيث تسهل عليك المذاكرة وتطلع الأول على الثانوية العامة بسهولة. ده كان فيديو النهاردة، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.